نحن في البداية تمينا نسمع صوت الضرب. أول ما خشوا نسمع صوت الضرب، سألنا بابا وماما شنو الضرب، قالوا الكتائب خشوا، كتائب معمر. أول يوم الموضوع عادي زي المزحة، يعني ما كناش متخيلين إن معمر ممكن يفعل فينا في المدينة شيء بالشكل هذا يعني. مع الليل بدر القصف، وشعرنا أن القصف جدي وأن القصف عشوائي وتم فيه ضحايا وتم فيه أثر للقصف، يعني نمشي نشوفه نلقوا بيت مضروب، نمشي نشوفه، فتمينا نشوفه في آثار الحصار والقصف يعني. فالناس عرفت ان الموضوع مش زي اي موضوع سابق او شيء. حتى شارعنا هذا طبعا فيه كم قذائف على جيراننا، في جيراننا من على اليمين ومن على اليسار طبعا، وفي مسجد قريب منا حتى طبعا فيه قذيفتين. نحن كل بعد نسأله وين الضارب، قلنا بعيد بعيد حتى نحن. لكن بعد هاك اليوم الضرب على حوش جيراننا بيننا وبينهم حوش بس، جاء الضرب عليهم قلنا لهم وين، قالوا لنا بعيد شوي. جو نحن كنا نلعبوا برا في السور، انا وبنت عمي وولاد عمي كنا نلعبوا، حقنا الصاروخ بعيوننا حقنا. مشيت مع جماعة طالعين برا، اتصل بي واحد صاحبي اتصلت بواحد صاحبي بصر علي، اتصلت بصاحبي الاخر، يا فلان ايش اخبارك، هيك طيب كيف حالك؟ ايش اخبار جابي؟ يقول لي وين جابي؟ رحنا الوقت الاول يطلع صواريخ شان البلاد والبلاد دمرت ما اشتاق بالبلاد. RPG وكلاشنكوف ورجمة صواريخ، جراد، ميمطا 14.5، FN، ناقل الجنود، دبابة. نحن سمعنا صوتها وحقنا شكلها وحقنا كيف تسبب رعب بالذات عند الأطفال، وحقنا شنو الأذى اللي تسببه في الحواشي. خاشين في طيارة واحدة يعني ما تسدهمش بس فوق بعض انهم يطلعوا، لأن كان القصف واجد بكل. أنا عمي ومعها حني طلعوا وهلا طلعوا مرتين ردوهم الكتائب، يمشوا بيطلعوا البنغازي يردوا فيهم. كانوا يطبقوا في مقولة معمر اللي هي دار زنقة دخلوا وكانوا يأكدوا في دخولهم، أكيد يصوروا هم باش يثبتوا لمعمر انهم دخلوا، يرشوا داخل المنزل بالسلاح باش الآثار تقعد موجودة ويصوروا فيها. كانوا يفتشوا في الحوش بسبلة انه يقولوا عندك سلاح للأسرة المتواجدة، يقولوا لا، يبدأوا يفتشوا في الدولاب، يبدأوا يفتشوا الذهب. تأثر في كلوية يعني غسلوا له، وقعد لند يوم أو ما انضرب من 21 قاعد أسبوع في الهواري بعد 16. لا الولد الصغير هذا لعب طايرة وكويس ويقرأ ما زال في مدرسة وناتج وكويس واخلاقه عالية، يا ريت ربي غير خلى عليهم، يا ريت
طمنا حتى اللي يجيبوها القز اللي عيل الجيران ما نلقوه. لو بعد حوشنا اللي كان عامر وكان مختبرين بيهم وقاعدين في حوشنا والله غالب. والضرب المبرح والتجويع كفاية انها وجدوها انها يعني مش ليس عليها ثياب يعني. وتم الاعتداء عليها يعني خلال 14 يوم مستمرة. بابا كان يمشي بنغازي يجيب في الدواء ونحن نعلن عليه في المساجد، وهي واحد يجيب دواء يجي ياخذ منا، وكنا في واحدين يجوا ما يلقوش الدواء اللي يبوه نسجلوه ونجيبوه لهم المرة الجاية. أنا وبنت عمي واحدة تقعد برا، مثلا يجي واحد تاخذ منا روشيته. كانت عندي مرات عمي ممرضة جت قعدت معنا، نحن نجيبوا لها الدواء وهي تصرف لنا ونشوف الراجل، وكنا نجيبه حتى في مواد غذائية موظفين على الحي. هو قبل كان يلعب على الوتر هذا، وتر القسمة، وتر الفرق تسد، لكن هو الحمد لله يا ربي هذه من عند ربك ان خلى الناس تراحمت مع بعضها. ماسكين شعارات شعار ان اللي ما عندهش وين يقعد، ما عندهش حوش نقطوه حواشين بالبلاش، ويوزعوا علينا مية ويعطونا فواكه وشكير اللي واحد يحط في يده ويعطي الاخر بدون ما يبحث شنو عطاه، يعطيه خلاص مية. وكلهم في شركة في جمعية يبغون يعطوا في حواشين بالبلاش، تلقاهم على اول ما تخش بنغازي تلقاهم. على صلاة الظهر بالضبط بدأ القصف يقوى شوية شوية، وتم حتى صوت يعني شنو في سيارات مدنية يرشن في الشوارع هيك عشوائي. معمر ما نديرلهاش شي كان سكت، يعني اي مهما حاجة درتها له مستحيل يفش غلك. علي ما تدير له مفيش حاجة ترد الأرواح الشهداء اللي ماتوا هذم كلهم، والناس اللي راحت واللي تعذبت مفيش حاجة يعني تساويها. حتى قتلة معمر ممكن ما تفوتش.